على الصدارة للمجموعة السادسة. هنا أسود الرافدين في هذا اللقاء، وخيارات المدرب الواضح أمامنا في الصورة الإسباني خيسوس كاساس صاحب 51 سنة لمباراة اليوم. طبعا يلعب بجلال حسن لحراسة المرمى، زيد تحسين، ريبين سولاق، حسين علي، أحمد يحيى لخط الدفاع، للوسط أمير العماري، أسامة رشيد، ولؤي العاني، ولخط الهجوم يلعب بعلي جاسم، يوسف الأمين، ومهند علي. هذه تشكيلة منتخبنا لمباراة اليوم من خلال هذا اللقاء. نتمنى التوفيق. وهذا كيم سانغ سوك المدرب الكوري الجنوبي الذي جاء خلفا للمدرب الفرنسي طبعا فيليب تروسي اللي كان هو مدربا لفريق ومنتخب فيتنام. اليوم المباراة الثانية للمدرب الكوري الجنوبي كيم سانغ سو هو اللي يقود منتخب فيتنام في هذا اللقاء بعد مباراة الأولى اللي حقق الانتصار على حساب المنتخب الفلبيني 3-2. لذلك هذه المباراة الثانية تعتبر للمدرب الكوري الجنوبي مع المنتخب الفيتنامي. هنا عمر العلي الحكم الدولي الاماراتي يطلق الصافره المباراة الدولية الثالثة للؤي العاني لاعب الزوراء، يلعب في التشكيل الاساسي لمباراة اليوم. احمد يحيى داخل منطقة الجزاء منتخبنا. فيتنام يحاول ان يسجل انتصار تاريخي على منتخبنا الوطني داخل منطقة الجزاء، خطيرة للمنتخب ومهاجم منتخبنا العراقي. وهدف المباراة الله، روعة 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 روعة، الله الله الله، حسين علي، حسين علي مدافعنا المميز، مدافع يمين منتخبنا حسين علي. حسين علي يطلق صاروخ على مرمى المنتخب الفيتنامي. الله على هدف رائع لمنتخبنا الوطني، كرة لا تصد ولا ترد، كرة لا تصد ولا ترد. الله على حسين علي، هدف الدولي الأول حسين علي مع منتخبنا الوطني. حسين علي لاعب هيرنفين الهولندي يسجل هدف جميل ورائع. لاحظ لاحظ لاحظ، الله 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 الله، ما أروعك ما أروعك ما أروعك ما أروعك، بديع، يبدع 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 حسين علي. يفعلها من جديد ويسجل في مرمى المنتخب الفيتنامي. حسين جهة اليمين، حسين علي إلى الأمين، يوسف الأمين حاول يمر، يوسف الأمين، ومحاولة خطيرة أخرى لمنتخب. وصلنا إلى نهاية كأس العالم. هذا مهند علي، خطيرة منتخبنا، ممكن ثاني مهند ميمي 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 يحاول أن يمر، وحارس المرمى، وركلة جزاء لمنتخبنا الوطني، ركلة جزاء لمنتخبنا الوطني. مهند علي، مهند علي ميمي ميمي ينطلق ويمر من أمام دفاعات المنتخب الفيتنامي، وحكم المباراة يشير إلى ركلة جزاء لمنتخبنا الوطني. فيليب نيغوين حارس المرمى لمنتخب فيتنام يرتكب خطأ ويحرم منتخبنا الإسباني خيسوس كاساس. خيسوس كاساس، مهند يتقدم، ضاعت ركلة الجزاء لمنتخبنا. ما عليك يا مهند، ما عليك، خلاص خلاص، كبار ونجوم العالم أضاعوا ركلات جزاء، لذلك خلاص ضاعت ركلة الجزاء. المباراة الماضية جهة اليسار، محاولة قريبة الاثنين على المنتخب الفيتنامي. ريبين سولاقة سجل هدف، وأيمن حسين سجل هدفين. محاولة فيتنام خطيرة على مرمى منتخبنا، لكن إلى أهداف أخرى في مرمى المنتخب الفيتنامي. عملية تغيير اللعب جهة اليسار، علي جاسم بالمهارة ممكن يمر علي داخل منطقة جزاء فيتنام، يحاول هي الكرة لليمين، ركلة حرة مباشرة، ممكن هدف ثاني. منتخبنا الوطني العماري داخل منطقة الجزاء، فيليب نيغوين حارس المرمى، عملية الإبعاد تعود من جديد، ممكن دائما يفعل الأطراف منتخبنا الوطني على حساب المنتخب الفيتنامي. الأمين مر الأمين ومحاولة لمنتخبنا وخطأ للمنتخب الفيتنامي، خطأ وبطاقة صفراء ليوسف الأمين. اعتبرها حكم المباراة الدولي الإماراتي عمر العلي تحايل من يوسف الأمين، اعتبرها تحايل من يوسف الأمين، لذلك يوسف الأمين سولاقة عائدة لجلال حسن، جلال إلى ريبين، يلعب بالنار لاعبي منتخبنا الوطني، وهنا خطأ على المنتخب الفيتنامي. الحذر 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 من هذه الكرات يا ريبين، خطأ الدفاع يكلفنا الكثير. 12 نقطة
وقريبين إلى النقطة 18 في هذا اللقاء داخل منطقة الجزاء. فيتنام في بعض المحاولات يحاول أن يصل إلى مرمى منتخبنا للوصول إلى الوسط. وان دوك عيد الخلف، وان دوك وخطيرة لفيتنام. مرت محاولة خطيرة للمنتخب الفيتنامي. لدينا بعض الثغرات في خط الدفاع لمنتخبنا الوطني على المدرب خيسوس كاساس، والثغرات الدفاعية في خط الدفاع. محاولة مرور لعلي جاسم، ممكن منتخبنا هدف ثاني. علي مر من أمام لاعبي المضاع، يشير إلى حكم المباراة الدولي عمر العالي. خطيرة والثاني ضاع هدف ثاني لمنتخبنا أمام تعلق حارس المرمى للمنتخب الفيتنامي. فيتنام اللاعب فو فان تام، كرة داخل منطقة الجزاء، أقرب لحسين علي. ريفين يعيدها إلى جلال، لاعب أوترخت الهولندي. عملية الهجوم الآن، ممكن ثاني. عملية المرور علي جاسم، خطوات زيدان. علي ممكن ثاني، والعارضة ضاعت على منتخبنا. الله العاني لؤي. أقرب لحسين علي، حاول يلعب كرة عكسية داخل منطقة الجزاء، خطيرة على مرمى المنتخب الفيتنامي. ممكن ثاني. أحمد يحيى حاول يمر، أحمد يحيى داخل منطقة الجزاء. ضاعت على بايش. أيمن حاول أيمن حسين الوصول للكرة برأسية. مرت الفيتنامي. وغالبية اللاعبين تشكيلة منتخب فيتنام يلعبون مع فيتل وأيضا مع فريق هانوي ومع فيتل. وحارس مرمى منتخبنا جلال حسن بكرة خطيرة للمنتخب الفيتنامي. لكن ننتظر التأهل إلى كأس العالم. إبراهيم بايش حاول يمر. إبراهيم ينقل كرة داخل منطقة الجزاء للمنتخب الفيتنامي وضاعت. تفاؤل موجود مع كاساس، مع منتخبنا الوطني، مع لاعبينا، مع محاولة نتيجة مباراة السعودية والأردن مهمة لمنتخبنا للوصول إلى المستوى الثاني. عملية الهجوم الآن فيتنام في محاولة تعديل النتيجة داخل ابنه مهند علي أو إبراهيم بايش. هذا مهند وهدف ثاني. جول ثاني لمنتخبنا الوطني. هدف ثاني لمنتخبنا الوطني. الله علي جاسم هدف الثاني الدولي والمباراة الثانية على التوالي. علي جاسم بعدما سجل في مرمى أندونيسيا الآن يسجل في مرمى المنتخب الفيتنامي، ومنتخبنا يتقدم الآن على المنتخب الفيتنامي بهدفين مقابل لا شيء. الله يا علي جاسم. لاحظ الإعادة، مر بهذه الطريقة علي جاسم وسدد بكرة قوية مرت وغالطت حارس المرمى فيليب. كأس العالم أيمن حسين، أملنا كبير بلاعبينا، بشباننا، بعلي جاسم، بكل اللاعبين الموجودين مع منتخبنا أسود الرافدين. ركلة حرة مباشرة أمير العماري، ممكن ثالث منتخبنا علي جاسم داخل منطقة الجزاء. ثالث لمنتخبنا الوطني. أعتقد هناك راية، بوجود حالة تسلل. استمر نتيجة مباراة السعودية والأردن، تقدم الأردن بهدفين لهدف واحد على حساب المنتخب السعودي. والجزائر يحاول حارس مرمى منتخبنا جلال. الله على جلال، حلوة لجلال. الله يا جلال. ترونس النرويجي سيشترك الآن في آخر تغييرات منتخبنا الوطني. وهدف للمنتخب الفيتنامي. هدف مفاجئ للمنتخب الفيتنامي. فام هاي اللاعب والمهاجم لفيتنام اللي اشترك من خلال الشوط الثاني يسجل هدف لمنتخب فيتنام. لاحظ الإعادة، منطقة الجزاء، أقرب لإبراهيم بايش، حتى مدافعي منتخبنا متقدمين للأمام. آكام وأيمن يسجل ثالث. جول ثالث. أيمن حسين يسجل ثالث الأهداف. الله على آكام، الله على أيمن.